بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الرابع الابتدائي، معاكم مستر عمرو حسين. إن شاء الله النهاردة هناخد أول درس من دروس العلوم. أنا عارف يا جماعة إن أنتوا أول سنة السنة دي تاخدوا علوم، والعلوم إن شاء الله مادة سهلة وجميلة. يعني هي فيها معلومات شيقة جدا جدا هتنفعك إن شاء الله، سواء كان في الدراسة أو في الحياة العملية العادية بتاعتك إن شاء الله. هنبدأ إن شاء الله النهارده أول درس باسمه التكيف والإيه؟ التكيف والبقاء. يعني إيه كلمة التكيف والبقاء؟ التكيف دي هتعرفها إن شاء الله خلال الدرس، أما البقاء يعني كلمة الإيه؟ الاستمرار. أول حاجة هنا مطلوب مني بيقول لك ما هي الاحتياجات الأساسية للكائن الحي؟ ما هي الاحتياجات الأساسية للكائن الحي؟ طيب يعني إيه في الأول بس يعني إيه كائن حي؟ الكائن الحي يعني إيه؟ يعني يا إنسان يا حيوان يا نبات. يبقى الكائن الحي 3 حاجات، يا إنسان يا حيوان يا نبات. يبقى الكائنات الحية إيه؟ إنسان، حيوان، ونبات. يبقى ما هي الاحتياجات الأساسية للكائن الحي؟ لو أنا سألتك سؤال قُلت لك كده هو إيه الأشياء الأساسية كإنسان في حياتك، يعني ما تقدرش تستغنى عنها؟ هتقول لي طبعًا أول حاجة اللي هو إيه؟ اللي هو الماء، صح كده؟ ما فيش كائن حي يستغنى عن المياه. تقول لي ممكن تاني حاجة إيه؟ أقول لك إيه برضه الأساسي في حياتك؟ تقول لي برضه الهواء، ما أقدرش أعيش بدون هواء يعني تنفس، صح كده؟ إيه تالت؟ هتقول لي الطعام، اللي هو إيه؟ الغذاء. رابع حاجة اللي هو إيه؟ اللي هو المأوى أو المنزل. يبقى الاحتياجات الأساسية لأي كائن حي 4 حاجات، اللي هو مين؟ الماء والهواء والغذاء والمأوى. طب إيه اللي بعد كده؟ يقول لك ما الذي يؤثر على بقاء الكائنات الحية؟ إيه الحاجات اللي بتأثّر على بقاء الكائنات الحية؟ يعني إيه الكلام دوّة؟ يعني إيه الأشياء اللي ممكن تؤدي للوفاة؟ يعني الإنسان لو أثّرت عليه ممكن تؤدي للموت. أول حاجة ممكن تقول لي إيه؟ درجة الحرارة. أيوه إزاي درجة الحرارة؟ هو أنت لو أنت قاعد في مكان تلج، لو أنت قاعد في مكان فيه تلج، قاعد في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، تمام؟ وما عندكش أي موقد للنار تدفّيك أو أي شيء ثقيل أو أي حاجة، هيحصل لك إيه؟ طبعًا هتقول لي اللي يقعد هناك كده بدون دفا أو بدون غطا هيموت من البرد، صح؟ يبقى درجة الحرارة بتؤثّر على بقاء الكائنات الإيه؟ الحية، ممكن تفنيه. يبقى أول حاجة من المؤثرات الذي يؤثّر على بقاء الكائن الحي، أول حاجة مين؟ درجة الحرارة. طب بعد كده مين؟ ندرة، يعني قلة المياه. طبعًا لو ما فيش مياه يبقى في جفاف، وممكن الناس تموت من إيه؟ تموت من العطش. طب إيه تاني برضه اللي بيأثّر على بقاء الكائنات الحية؟ اللي هو مين؟ عدم توافر الغذاء. طبعًا لو ما فيش غذاء ممكن برضه الناس تموت منين؟ أو الكائن الحي يموت من الجوع. وطبعًا إيه؟ المأوى أو المسكن بيؤدي برضه إيه؟ أو بيؤثّر على بقاء الكائن الحي. يبقى إحنا كده خدنا احتياجات الأساسية للكائن الحي، قُلنا الماء والهواء والغذاء والمأوى، وقُلنا ما هو الذي يؤثّر على بقاء الكائنات الحية، قُلنا مين؟ درجة الحرارة، المياه أو قلة المياه، وعدم توافر الغذاء والمأوى ومين؟ والمسكن. طيب الدرس بتاعنا يا شباب فيه 3 أنشطة، هناخد إن شاء الله النهارده أول نشاط معانا. النشاط الأول معانا اللي هو إيه؟ التكيُّف، تمام؟ بيقول لك هنا تتكيف الحيوانات والنباتات مع ظروف البيئة، تمام كده؟ يعني إيه الكلام دوّة؟ تتكيف يعني تتأقلم، تتأقلم. تمام؟ تتكيّف يعني تتأقلم الحيوانات والنباتات مع ظروف المكان اللي هم إيه، ظروف المكان اللي بيعيشوا فيه، كي تتمكن البقاء على قيد الحياة، والحفاظ على سلامتها، وللعثور على الغذاء وإيه، والماء. ويعني إيه؟ يعني طبعًا أي تغيُّر في الحياة اللي أنت عايش فيها، أنت بيحصل لك إيه، بيحصل لك تأقلم معاه. يبقى أي تغيير يحدث للكائن الحي يساعده على البقاء والحياة، ده اسمه تكيُّف. يبقى التكيف هو إيه؟ هو تغيير يحدث للكائن الحي يساعده على البقاء ومين؟ والحياة. يبقى كده عندنا إيه؟ عندنا أول تعريف معانا النهارده اللي هو مين؟ التكيف. يعني إيه تكيف يا شباب؟ هو تغيير يحدث للكائن الحي يساعده على البقاء والحياة. النقطة اللي بعد كده اللي هو التكيف في الكائنات الحية. يعني إيه التكيف في الكائنات الحية؟ بيقول لك قد تلجأ بعض الكائنات الحية للتكيُّف. قُلنا التكيُّف يعني إيه؟ يعني تغيير يحدث للكائن الحي يساعده على البقاء والحياة، اللي هو التأقلم يعني، تمام؟ طيب، يبقى قد تلجأ بعض الكائنات الحية
إلى التكيف، تمام، التأقلم مع ظروف البيئة المحيطة بها للبقاء على قيد الحياة. طيب إحنا عايزين أمثلة مثلًا، زي إيه مثلًا كده؟ بُص معايا في الصورة اللي طلعت لك دي كده، دي اسمها إيه؟ دي اسمها سحالي الصحراء. طبعًا سحالي الصحراء تعيش فين؟ تعيش في الصحراء، والصحراء الإيه؟ الصحراء الجافة، تمام؟ وتعاني من الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. طبعًا عايشة في الصحراء وهناك ارتفاع الحرارة إيه؟ شديد جدًا. طيب إزاي بتحافظ هذه السحلية على برودة جسمها؟ هاقول لك حاجة أنت ممكن تكون بتعملها. لو أنت ماشي في الشارع مرّة والشمس كانت حامية جدًا، جدًا، أنت بتعمل إيه؟ بتقول لي أول ما ألاقي شجرة أو لقيت عمارة فيها ظِل، بانزل تحت الظِل دوّة واستظل تحتيها. بالضبط هي بتعمل كده، تقوم بالبحث عن مناطق الظِل والبقاء فيها في الأوقات شديدة الإيه، الحرارة. يبقى خُد بالك كده، تحافظ سحالي الصحراء على برودة جسمها بالبقاء فين، بالبقاء في الظِل. يبقى كان أول مثال معانا مين، سحالي الصحراء. المثال التاني معانا مين، الخفافيش. طبعًا إحنا عارفين شكل الخفاش عبارة عن إيه، ليه جناحات وودنه إيه، ودنه طويل. هتقول لي يا مستر هو الخفاش دوّة طائر والّا حيوان؟ هتعرف كمان شوية. طبعًا الخفاش دوّة مهم جدًا، جدًا في حياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى. ليه؟ حيث تتغذى على البعوض والحشرات. بتخلّص الإنسان والكائنات الحية الأخرى من البعوض ومين، والحشرات. تنام الخفافيش ورأسها إلى أسفل زي ما أنت شايف كده، راسه لإيه؟ راسه إلى أسفل، تمام كده؟ ولديها القدرة على الطيران مثل الطيور. يعني هي طائر؟ لأ مش طائر، الخفافيش حيوانات إيه؟ حيوانات ليلية. يبقى الخفافيش حيوانات ليلية، يزداد نشاطها ليلًا. يعني أول ما ييجي الليل تبدأ إيه؟ تنشط وإيه؟ وتظهر. ولا ترى ليلًا، ولا ترى يعني هي أصلًا ما بتشوفش. فتعتمد على الصدى اللي هو رجوع مين، رجوع الصوت في تحديد المكان. إزاي مثلًا كده؟ لمّا تكون مثلًا عندي خفاش أول ما يصدر صوت، تمام، والصوت دوّة يرتد في حاجة تانية ويرجع له تاني، بيحدد مكان الإيه، الحاجة اللي جات فيه، فهو يتجه عليها على طول. يعني مثلًا لو في حشرة هو بيصدر الصوت، أول ما الصوت يلمس الحشرة بيرتد تاني لمين، لودن الخفاش، فيسمع الصوت بتاع فيسمع صوت الحشرة ويسمع الصوت بتاعه، فينقض على الفريسة على طول وإيه، ويفترسها. بيقول لك كده الخفافيش لها آذان طويلة. طب يا ترى الآذان الطويلة دي بتعمل بيها إيه؟ بيقول لك الآذان دي تمكنها من سماع الأصوات حتى صوت حركة مين؟ الحشرات. يبقى أنا كده خدت إيه؟ تاني مثال عندي اللي هو مين؟ الخفاش. تالت مثال معايا اللي هو مين؟ اللي هو الجمل، اللي هو سفينة الصحراء. يتكيف الجمل مع الحياة فين؟ في الصحراء حتى يستطيع تحمل الجوع والعطش. يعني هو بيتأقلم مع الصحراء علشان إيه، يستحمل الإيه، الجوع والعطش. وربنا عز وجل جعل له شوية إيه، جعل له شوية مميزات. يقول لك بعد هضم الطعام يحوله إلى إيه، إلى دهون ويخزنه فين، في السنام. عارفين السنام دي اللي هي فين؟ شايف أنت الحتة العالية دي اللي عملت عليها دايرة دي؟ دي اسمها السنام. أول ما يتغذى على الطعام من هنا بيحصل له إيه؟ بيمضغها ويبلعها ويحصل له هضم، تمام؟ بعد كده الأكل دوّة بيتحول لدهون يتخزن فين؟ في السنام اللي هو أعلى الجمل ده، تمام؟ ويغطي جسمه إيه يا شباب؟ يغطي جسمه وبر. شايف الوبر اللي عليه دوّة؟ ده الوبر دوّة أو الشعر دوّة بيحميه منين؟ من البرد والحر. كده إحنا خلصنا أول نشاط، هنخش على النشاط مين؟ التاني. النشاط التاني بتاع النهارده بيقول لك إيه؟ اللي هو مين؟ البطريق. إزاي نعرف البطريق أو ندرس البطريق؟ البطريق طبعًا دوّة بتشوفوه كتير جدًا في إيه، في التلفزيون أو في الحاجات اللي هي بتجيب الحيوانات والطيور. هو أين يعيش البطريق دوّة سؤال؟ يعيش البطريق في مناخ قطبي. يعني فين؟ في القطب الجنوبي، والقطب الجنوبي دوّة شديد البرودة. يبقى أين يعيش البطاريق؟ تعيش البطاريق في مناخ قطبي في القارة القطبية الجنوبية، يعني في القطب الجنوبي، في القطب الإيه؟ الجنوبي، حيث هناك إيه، شديدة البرودة، معظمه إيه، حواليه كله تلج. شايف التلج حواليه في كل حتة، تمام؟ طيب يغطي جسم البطريق بريش كثيف. الريش دوّة هو ومعاه طبقة سميكة بعديه اللي هو تحتيه حاجة اسمها إيه، طبقة سميكة من الدهون تجعله يتحمل البرودة، تمام كده؟ بالرغم من ذلك أقدام البطريق غير مغطاة بالريش. لو تلاحظ معايا كده إن جسم البطريق أهو، شايف أنت الريش اللي قدام ده، ده كده ريش. ربنا عز وجل خالق الريش ده كده عشان يحميه منين؟ يحميه من البرد. وتحت الريش ده طبقة منين؟ طبقة من الدهون سميكة. بالرغم من إن جسم البطريق كله مليان ريش إلا أن قدماه ماله؟ ما فيهمش ريش.
حيث أن البطريق من الطيور التي لا تستطيع الطيران. طيب طالما هو ما بيطيرش وطول النهار واقف على التلج، طيب إزاي قدمه بتستحمل البرودة أو إزاي بتحس بالدفء؟ سؤال هنا بيقول لك لماذا لا تتجمد أقدام البطريق؟ سبحان الله بيقول لك لا تتجمد أقدام البطريق بسبب طريقة انتقال الدم داخل الأوعية الدموية. طب إزاي يا مستر؟ شايف الرسمة اللي ظهرت قدامك دي كده؟ هنا الرسمة الخطوط الحمراء دي كده جاية منين؟ جاية من عند أجزاء أو جسم البطريق اللي هو العلوي ده، اللي هو تحت الريش والدهون، تمام؟ فطبعًا هي إيه، الحتة دي فيها دهون وريش، فطبعًا فيها دفء، يبقى هنا الدم اللي جوه هنا إيه، هيبقى دم دافي. طب ورجله فيها إيه، فيها دم برضه، بس الدم ده ماله، هيبقى دم بارد. فسبحان الله بيقول لك تلتف الأوعية الدموية حول بعضها، شايف كده؟ تلتف الأوعية الدموية حول بعضها، وعندما تتلامس تنتقل الحرارة من الأوعية الدموية الدافئة، تمام كده، إلى الأوعية الدموية مين؟ الدموية الباردة. وده سؤال مهم جدًا، يقول لك لماذا لا تتجمد أقدام البطريق؟ بسبب طرق انتقال الدم داخل الأوعية الدموية. إزاي؟ تلتف الأوعية الدموية حول بعضها، وعندما تتلامس تنتقل الحرارة من الأوعية الدموية الدافئة إلى الأوعية الدموية مين؟ الباردة. كده إحنا خلصنا النشاط التاني، هنخش على النشاط التالت. النشاط التالت معانا النهارده اللي هو التكيف من أجل البقاء. التكيف من أجل البقاء. تتكيف الكائنات الحية بطرق مختلفة، طرق مختلفة. يعني كل كائن حي بيختلف عن إيه؟ عن الكائن الحي الآخر مع البيئة التي يعيش إيه؟ التي يعيش فيها. حيث بعضها يمتلك أعضاء وتراكيب خاصة، سبحان الله، ربنا عز وجل جعل لبعض الكائنات الحية أعضاء خاصة وتراكيب خاصة. زي مين من شوية؟ زي كده عندك البطريق، جسمه محاط بالريش وطبقة سميكة من الدهون بتجعله في حالة دفء على طول، تساعده على إيه؟ على البقاء. والبعض الآخر له سلوكيات خاصة يقوم بها من أجل التكيف والإيه؟ والبقاء. زي مين؟ زي سحالي الصحراء، أول ما الحر بيشتد بتنزل فين؟ بتروح في أماكن الظل وتستخبى فيها. يبقى أنا عندي كده طرق التكيف، ده تعريف تاني بقى معانا النهارده، اللي هو خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء. خصائص ربنا عز وجل اداها لها، تمام كده، خصائص تساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر. البقاء اللي هو الاستمرار، والتكاثر اللي هو ايه؟ التزايد، يعني يزيد اعداده في النظام البيئي الذي يعيش فيه. يبقى كده عندي تاني تعريف معايا النهارده، حفظ، اللي هو مين؟ طرق التكيف. طب التكيف في بعض الكائنات، عندي مثلا ايه؟ اول حاجه كده زي ما انت شايف كده في الصوره قدامك دي كده، ده اسمه ايه؟ الدب القطبي. طبعا الدب القطبي دوت بيعيش فين؟ في القطب الشمالي البارد زي ما قلنا من شويه. طب ربنا عز وجل جعل له خصائص، اللي هو زي ايه؟ عنده فراء بيضاء كثيفه. عنده ايه؟ فراء، وركز معايا قوي في الحته دي، فراء بيضاء ايه؟ كثيفه. يبقى خد بالك، الدب القطبي له فراء بيضاء كثيفه. بتعمل بقى فيه إيه أو بتساعده في إيه؟ تساعده على حاجتين، أول حاجة الشعور بالدفء، وتاني حاجة التخفي بين السلوك للحصول على إيه؟ على فريسته. طبعًا أنتم عارفين إن هو عايش في وسط مين؟ وسط التلج، فهو الفرو بتاعه لونه أبيض، فبيتخفي في وسط التلج علشان خاطر إيه؟ ينقض على الفرايس بتاعته ويعرف إيه؟ يحصل على الغذاء. تاني عندنا مثال اللي هو مين؟ اللي هو الدب البني أو الأسود، ودوّة بيعيش في الغابات. يبقى الدب القطبي يعيش فين؟ في القطب الشمالي، أما الدب البني يعيش في الغابات، ويمتلك فراء داكنة اللون. يبقى خد بالك، القطبي له فراء بيضاء كثيفة، أما دوّة داكنة اللون، تساعده على التخفي بين الأشجار أثناء الصيد. تالت مثال معانا النهارده اللي هو مين؟ اللي هو ثعلب الفينيك. ثعلب مين؟ الفينيك، أو تمام كده، أو حاجة تانية اسمها إيه؟ الوشق المصري. يعني إيه الوشق المصري؟ الوشق المصري اللي هو القط البري، القط الإيه؟ البري. طبعًا الوشق المصري أو القط البري وثعلب الفينيك دولة بيعيشوا فين؟ يعيشون في الصحراء، وكل واحد يمتلك فراء بنية تساعده على التخفي فين؟ في رمال الصحراء. يبقى خد بالك أوي من الحاجات دي كلها. ثعلب الفينيك أو الوشق المصري دول حاجتين مختلفين. ثعلب الفينيك أهو أبو ودن طويلة ده هناخدوه المرة الجاية إن شاء الله بالتفصيل، ودوّة اسمه إيه؟ اسمه الوشق المصري. وسبحان الله أذنيهم طويلة عشان خاطر إيه؟ يتخلصوا بالحرارة بسهولة. رابع حاجة معانا النهارده اللي هو المثال الرابع اللي هو مين؟
سحالي الصحراء اللي خدناها من شوية، قلنا تعيش في الصحراء وتمتلك حراشيف ملونة. تمتلك إيه؟ حراشيف ملونة. يا ترى الحراشيف دي اللي هي إيه؟ زيادات موجودة على جسمها. بتعمل إيه دي بقى؟ تساعدها على التخفي بين الصخور الملونة في الصحراء. خد بالك كده إن كلمة تخفي جت معانا كم مرة؟ أدي 1 2 3 4، يبقى جت معانا في كل مثال من اللي فات. يا ترى إيه التخفي؟ التخفي زي ما أنت شايف في الصورة اللي قدامك كده، عندك هنا إيه؟ سحلية أهي موجودة في الصحراء، طبعًا لونها شبه لون مين؟ الرمال، فأنت أصلًا كده مش شايفها فهي عاملة تخفي، يبقى التخفي هو إحدى أنواع التكيف. التخفي هو إيه؟ إحدى أنواع التكيف الذي يساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى فريستها. يبقى ده تالت تعريف معانا النهارده حفظ. هو إحدى أنواع التكيف الذي يساعد الحيوانات على الاختفاء من الحيوانات المفترسة أو التسلل إلى إيه؟ إلى فريستها. كده احنا وصلنا لغاية النشاط الثالث، فاضل لنا بس في الدرس شوية أسئلة مهمة، خليك معايا فيهم. الأسئلة بتاعت النهارده بيقول لك ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. كل الأسئلة دي جت معانا في الدرس الإيه؟ من أول ما خدناه، من أول نشاط لغاية ثالث نشاط. أول سؤال بيقول لك الخفافيش حيوانات إيه؟ ليلية ولا صباحية ولا ضارة ولا لا تطير؟ طبعا هي حيوانات إيه؟ ليلية. يغطي جسم الثعلب القطبي بإيه؟ وبر كثيف ولا جلد ثقيل ولا فراء كثيف ولا ريش كثيف؟ هتقول لي طبعا الثعلب القطبي يبقى إيه؟ يبقى فراء كثيف. تمام؟ طيب يختلف سمك فراء الحيوانات على حسب إيه؟ سرعة الرياح ولا حرارة البيئة؟ طبعا حرارة البيئة. لو تلاحظ إن الإيه؟ إن ثعلب الصحراء الفينيك الفرو بتاعه إيه؟ فرو خفيف عشان خاطر الدنيا حر هناك. أما الدب القطبي طبعًا هو إيه؟ فرو إيه؟ فرو كثيف. رابع سؤال معانا النهارده بيقول لك كده: تشمل عمليات التكيف التغيرات التي نُقَط في البيئة، تقلل فرص البقاء على قيد الحياة، والّا تقلل العمر الافتراضي للأفراد، والّا تحسّن بقاء النوع، والّا تقلل عملية التكاثر؟ طبعًا إيه؟ تحسّن بقاء النوع عشان يفضل في استمرار في النوع. خامس سؤال معايا بيقول لك الحيوانات التي تعيش في بيئة حارة آذانها نقص للتخلص من الحرارة الزائدة، صغيرة ولا قصيرة ولا طويلة ولا حادة؟ زي ما قلت لك من شوية إيه؟ طويلة. تمام كده؟ طيب السؤال السادس بيقول لك تبحث سحالي الصحراء على أماكن نقط أثناء الظهيرة. أماكن إيه؟ طبعا قلنا أماكن الظل. السؤال اللي بعد كده بيقول لك أكمل العبارات الآتية. أول سؤال معانا بيقول لك تساعد الفراء البنية الحيوانات في التخفي فين؟ في التخفي في رمال الصحراء. زي مين؟ ثعلب الفينيك ومين تاني؟ والوشق المصري. تساعد نقط السحالي على التخفي بين الصخور. قلنا السحالي اللي موجودة فوق الصخور دي ايه اللي بتساعدها على التخفي؟ قلنا ايه؟ الحراشيف الملونة. يبقى تساعد الحراشيف الملونة السحالي على التخفي بين الصخور. السؤال الثالث بيقول لك تساعد نقط الحيوانات التي تعيش في القطبين على التخفي بين السلوك. قلنا ايه؟ تساعد مين؟ الفراء اللي هو لونها ايه؟ الفراء البيضاء. يلا جاوب معايا كده قبليه. يساعد نقط الحيوانات على صيد الفريسة. هو عشان الحيوان يعرف يصطاد الفريسة ويتسلل إليها لازم يبقى عنده إيه؟ برافو عليك، تخفي. يبقى يساعد التخفي الحيوانات على صيد الفريسة. بعد كده بيقول لك انظر إلى الصورة. شايف الصورة قدامك دي كده؟ برافو عليك، اللي هو مين دوت؟ اللي هو الدب القطبي. جميل قوي. يعيش الحيوان الذي في الصورة فين؟ في القطب الشمالي. قلنا في القطب الشمالي ايه؟ شديد البرودة. طيب تساعد الفراء البيضاء هذا الحيوان فين؟ في التخفي بين السلوج. في التخفي بين السلوج عشان يعرف ينقض على فريسة ويصطاد. طيب تالت حاجة بيقول لك تساعد الفراء الكثيفة هذا الحيوان في نقط في ايه؟ في الشعور بالدفء. يبقى احنا قلنا الفراء بتاعته بتعمل له حاجتين. اول حاجه بتشعره بالدفء، بتخليه يشعر بالدفء على طول. وتاني حاجه ايه؟ لونها ابيض عشان يتخفى بين السلوج، يقدر ايه؟ يصطاد بيهم الفرائس ويعرف يتغذى بيهم. طبعا الدرس الاول سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، فيه 3 تعريفات مهمين جدا لازم يتحفظوا.
وفي معلومات كانت جميلة بالنسبة لك جميلة جدًا. طبعًا إحنا كده وصلنا لنهاية الدرس، لو مش عامل اشتراك للقناة حاول تعمل اشتراك عشان ييجي لك كل دروس جديدة إن شاء الله، وفعّل زر الجرس عشان ييجي لك التنبيهات، ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك وانشر الفيديو لزمايلك، الدال على الخير كفاعله، واشوفكم إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.